الموميا دي وليه شكلها كده؟ سنة 1886 بيكتشفوا خبيئة المومياوات الملكية في الدير البحري. وسط الملوك الفخمة بنلاقي موميا شكلها غريب جدا، والموميا دي غير أي موميا، ملفوفة بجلد معيز بدل الكتان الأبيض، وده نوع من أنواع العقاب، تعبير عن الخزي. كمان هنلاقي بقها مفتوح ووشها معوج كأن الشخص ده ميت بيتوجع. بعد التحاليل والفحوصات اكتشفوا ان ده الأمير بانتاور. مين الأمير بانتاور؟ الأمير بانتاور ده ابن الملك رمسيس الثالث. حاول يقتل أبوه الملك رمسيس الثالث عشان ياخد العرش بمساعدة أمه الملكة تي، ولكن المؤامرة فشلت واسمها مؤامرة الحريم. والأمير بانتاور اتعاقب عقاب مهين جدا، وحرموه من الدفن الملكي واتدفن بالوضعية دي عشان يفضل روحه تتوجع وتصرخ للأبد. ومؤامرة الحريم اللي أنا قلتها لكم مذكورة ببردية تورين، والموميا موجودة في المتحف المصري بالتحرير.